في حاجات كتير قوي مرعبة بتحصل في المستشفيات محدش بيحب يتكلم عنها. لكن لما أكتر من حد بيشوف وبيأكد إنه سمع وشاف نفس الحاجة، ده بيأكد لنا إن الرعب ده حقيقي. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. سنة 2019 في مستشفى من المستشفيات الكبيرة في المنوفية، ممرض وعامل أمن بيستلموا جثة عادي جدا علشان ياخدوها من الطوارئ يسلموها للمشرحة. سلموا الجثة وقفلوا التلاجة زي الطبيعي وابتدوا يكتبوا التقارير. لكن قبل ما يخرجوا حصل اللي ما يتنسيش. باب التلاجة المعدن ابتدى يخبط خبط متقطع كتير ومش طبيعي، كأن في حد جوه بيستغيث. الأمن أول ما سمع وقف مكانه، والممرض بيقول إنه سمع صوت أنفاس جاي من جوه التلاجة. فتحوا الباب بسرعة عشان يشوفوا إيه اللي حصل وإيه اللي اتغير. لقوا الجثة مكانها، مفيش حاجة اتحركت، لكن الريحة مختلفة، كأن في حد لسه داخل حاله. بعد الحادثة دي الأمن رفض يستلم أي وردية لوحده، والممرض قدم استقالته. ولغاية النهاردة الباب ده بيخبط كل فترة، ومحدش يعرف مين اللي وراه ولا ايه تفسير الموضوع. لو عندك قصة مرعبة حصلت معاك في مستشفى اكتبها لنا في الكومنت، ممكن تبقى هي قصة الفيديو اللي جاي. وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك علشان اللي جاي أرعب وأخطر.